شهدت مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر حالة من الغليان الشعبي خلال الساعات الأخيرة بعدما خرج العشرات من المحتجزين في احتجاجات قوية ضد الجيش الجزائري وميليشيات جبهة البوليساريو، رافعين شعارات قوية من قبيل بغينا نروح للمغرب، في رسالة مباشرة تؤكد تصاعد الرفض الداخلي للاستمرار في واقع الحصار والتهميش الذي تفرضه الجبهة بدعم من النظام الجزائري. وأفادت مصادر من داخل المخيمات أن حالة من الاستنفار عمت صفوف ميليشيات البوليساريو بعد خروج المحتجين، حيث تم تسجيل تدخل عنيف لتفريقهم، ما أسفر عن مقتل شباب وإصابات واعتقالات في صفوف الغاضبين. وتعكس هذه التحركات الشعبية المتنامية حجم السخط المتزايد داخل المخيمات، لا سيما بعد أن باتت الظروف المعيشية أكثر قسوة في ظل الفساد المستشري وسوء التسيير وغياب الأمل في أي مستقبل داخل وضعية لا إنسانية تدفع بالكثيرين إلى المجازفة بحياتهم من أجل الهروب أو المطالبة بالعودة إلى أرض الوطن المغرب.